دكتور سامي، أنا بس مفرح، خليني بسأل سؤال يمكن باخذ دور المذيع. أنت لك مشكلة مع المجتمع دكتور؟ أبدا. طيب، قبل شهور أنت صرحت برفع تسعيرة الخبز وفرض مبالغ مالية مقابل إزالة النفايات، هذا تصريحك. نعم. والآن تقول يعني جاء الوقت اللي يكون فيه السعودي ممكن يكون عامل نظافة أو دهان أو نجار. دكتور، يعني ما شاء الله عليك، وانا سويت يعني باك جراوند عنك، يعني ما شاء الله الله معطيك واللهم لا حسد، واغلب اعضاء الشورى نفس الموضوع، ما في واحد منكم مستواه المادي دوني، جميعكم ما شاء الله من الطبقات العليا، وهذا غير طبعا المميزات اللي تحصلون عليها. مجلس الشورى المشكله مع المجتمع، واحد تطلعون بتوصيه رفض اسقاط القروض عن المرابطين في الحد الجنوبي، مع انه انا وانت وكلنا الان احنا موجودين، بعد ساعه راح ننام وهم ما ينامون. نعم. عدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، وانت عارف للأسف الشديد ان الآن الأسعار في نار، وفي يعني وظائف حكومية للأسف ما هي مرواتب هذيك الدرجة، هذا طبعا قروض. هذا غير العضوات اللي صايرين يبلكونا، لأننا احنا نطالب برفض التجنيس، برفض انه يكون السعودي موجود في مهن، للأسف الشديد احنا ما نرفض أي مهنة دام انها ما هي محرمة. قبل سنوات يمكن تذكر مفرح طلع لنا واحد من رجال الاعمال مليارديرات، قال من قال ان الشغل عيب، وطلع عندنا شاب سعودي في التلفزيون يحلق له. الشاب السعودي هذا جلس 5 سنوات ما توظف حلاق، واللي حلق للرجل اعمال، يعني لعب على العالم على المجتمع اني تراني انا مع توظيف السعودي في الحلاقه. وجلس 5 سنوات، جريده الوطن نشرت تقرير عن هالشاب انه ما توظف. لما انت تجي تقول والله ممكن يكون عامل نظافه ودهان وهذه شركاتك، كم عدد السعوديين فيها مقابل الاجانب؟ وصدقني بقول لك شيء، نفسي مره في مجلس الشورى يا دكتور سامي تتكلمون عن سعوده المهن العليا، الرئيس التنفيذي، رؤساء مجلس الاداره ممكن يكون سعودي، لكن اللي تحته واللي يمشيه اجنبي، لا نكذب على انفسنا. لما اجي انا واقول لك يا دكتور سامي ترى ولدي انا عامل نظافه، تقبل بزوج بنتك؟ اكيد الباب راح تسكره في وجهي، تقول كيف من تكونين اصلا انا يا سامي ولد حسين زيدان ازوج بنتي العامل نظافه؟ اذا هم نفسهم الشورى يتعاملون مع المجتمع السعودي كاننا للاسف الشديد اعداء لهم، عمرهم ما طلعوا، لا وما شاء الله عليكم تجتمعون وتضربون هذيك التوصيه. صلحوا الله يكرم السامعين جزم المصلين. احس بخجل والله لما نتكلم مع اعضاء مجالس في العالم الاخر يقول هذا مجلس الشورى معاكم ولا ضدكم، يعني حتى هم نفسهم يسالون متاكدين انهم سعوديين، اقول لهم ايه سعوديين. لما يجي واحد يقول لك مو عيب، لا عيب يا مجلس الشورى، وعيب يا وزاره العمل لما تسمحون هالاشياء هذه تصدر من ناس اصلا عندهم شركات وارصده ماليه. واحد منكم، أنا أذكرك بشيء مفرح، لما أوقفت البدلات والمزايا تباكوا أعضاء الشورى بالبنط العريض. نتمنى لما صرح وقال نرجع البدلات، أعضاء شورى نتمنى إن شاء الله أن تعاد بدلاتنا. البدلات هذه اللي أنتم تتكلمون عنها ورجعت لكم يا أعضاء الشورى، صدقوني هي يمكن جزئية بسيطة منها تعيش أكثر من 1000 عائلة سعودية. نعم. أنتم